بيبدأ الفيلم بموانا وهي بتجري وسط الغابة، وبتقابل الديك صاحبها اللي كان في الجزء الأول. وبيبقى موانا في وسط المحيط لوحدها، وتبدأ تعمل صوت لو في حد موجود معاها في المحيط، وتقع من فوق الجبل وتنزل في الغابة وتلاقي فخار عليه حرف الام. ومن هنا تبدأ موانا تتحرك للبيت بتاعها اللي بيكون الأطفال مبهورين بيها والقصة اللي حصلت معاها في المحيط. وبتعرف ابوها بالفخار اللي لقيته في الغابة، وبيبدأ تقوله كده في ناس عايشين في اماكن تانية. واختها الصغيرة اللي كانت زعلانة منها انها اتأخرت في الرحلة المرة دي. وبيظهر مواي وهو طاير في الجو عامل نفسه صقر بالعصاية السحرية بتاعته، وبنكتشف انه محبوس وفي كائن مختفي بيتكلم معاه وبيقول له استحالة سيبك تنزل الأرض. وبيظهر الكائن الغريب ده وبيبدأ مواي يدمره، وبيكون موانا عاملين ليها حفلة بسبب إنها رجعت بالسلامة ليهم. لكن بيجي صاعق على الديار بتاعها اللي بياخدها في مكان غريب جدا، وبتلاقي نفسها لوحديها وتلاقي راجل غريب بيقول لها لو مش نفذت اللي قلتلك عليه هيبقى هو ده مصيرك طول الحياة. البداية كانت إعادة شجرة تيفيتي، ودلوقتي لازم تدوري على موتو فيتو اللي موانا ما تعرفش عنه أي حاجة. ويبدأ يمشي وتتضرب بالصاعق اللي بتصحى منه وبتقول موتو فيتو. ويبدأ والد موانا يفهمها دي جزيرة قديمة ونزل عليها لعنة واللي كان عاملها اسمه نانو. وقبل ما تبدأ رحلتها بتاخد اختها وبتلعب معاها وتخلي البحر يلعب معاها، واهل الجزيرة يودعون موانا قبل ما تبدأ الرحلة. ومواي لسه زي ما هو محبوس وبيحاول يتحرر، ويخلي مجموعة من الضفادع يساعدوه وبيفشل الأمر معاه. وموانا بدأت رحلتها بس المرة دي معاها صحابها اللي مش عارفين يتعاملوا خالص مع المركب اللي بتقول لهم عاوزين نوصل جزيرة موتو فيتو في أسرع وقت ممكن. وبيحصل تيار في البحر وموانا بتبدأ تبص كده تلاقي جزيرة موتو فيتو، بس تتفاجئ بسفينة عليها كائنات غريبة وبتبدأ تهاجم فيهم بس يقدروا يسيطروا على موانا وصحابها وبياخدوها للسفينة بتاعتهم. بس موانا بتعمل معاهم اتفاق زي ما انتوا عايزين توصلوا الجزيرة احنا كمان وهنوصل كلنا. ويبدأ موانا تخش جزيرة موتو فيتو اللي أول ما تخش بيقع منها الرمح وتفقد السفينة بتاعتها. واول ما بيدخلوا الجزيره من جوه صحاب موانا مش بيبقوا لاقيينها وبيتفاجئوا بوحش عملاق، بس الكائن الغريب اللي معاهم بيقدر يدمره وبيقعوا للاسفل. بس المره دي بيلاقوا مواي قدامهم ومش بيبقوا مصدقين. ومواي بيقدر يتحرر من الحبل الحديد اللي كان مربوط بيه انه يتحول لحشرة. وطبعا صحاب مواي بيبقوا مش مصدقين وبيبدأ يسألهم هي موانا فين. وموانا تفتح عينيها تلاقي خفاش قدامها، والساحرة بتبدأ تظهر لموانا وبتعرفها انها هي اسمها ميتنغي. وبتبقى ميتنغي عارفة ان موانا جاية تفك سحر نانو، وبتبقى عاوزة موانا تروح معاها توريها المكان علشان هي محبوسة هنا بسبب نانو علشان السحر اللي كان عامله عليهم. وبتبدأ موانا تروح معاهم وتوديها من الطريق مختصر. ومواي يروح لموانا وتقدر تعمل فتحة اللي هتروح منها، وما تنغي بتبص لها وبتقول لها أكيد هنتقابل لما تفك اللعنة. وموانا تبدأ ترحب بمواي انهم اتقابلوا تاني اللي بيفاجئها وبيقول لها احنا كلنا هنموت بسبب المحيط الملعون اللي هنعدي عليه. ويبقى أول هدية من الساحر نانو تنين عملاق يدمرهم، بس مواي بيقدر يدمره ويبعت لهم أكتر من تنين، بس مواي بيقدر يتحول ويقعد يدمر فيهم. ومع بداية الشمس لما تطلع بيهربوا وبيبقى السفينة بتاعتهم باظت اللي بيقرروا يصلحوها ويكملوا الطريق للساحر نانو. وأول شيء بيقابلوه العاصفة بتاعت نانو، ومواي بيتحول لصقر وبيروح للعاصفة وبيبدأ المعركة بين عاصفة الساحر نانو وبين مواي. بس نانو بيقدر يخدعهم ومش بيعرفوا يعدوا، وموانا تقول له مواي لازم نعدي، ومواي يقول لها تمام بس خليكي في أقصى سرعة. ومواي بيبدأ يتحرك من تاني ويطير ويبدأ يرفع الصخرة، ولازم مواي لكسر اللعنة تعدي اليمة التانية بسرعة. ومواي بيقدر يعمل كده بس الساحر نانو على اخر لحظة بيسيطر على مواي. وموانا من هنا بتكتشف ان في طريق تاني مختصر، وجد موانا بيحاول ينقذ مواي بعد ما اغمى عليه. وموانا تقدر توصل لاخر البحر والساحر نانو وراها، وتقدر تلمس الحجر بس بيبقى اغمى عليها علشان الصاعق بتاع الساحر نانو بيلمسها. وموانا بعد ما اغمى عليها بتقدر تفتح عينيها من تاني، وكده بيكونوا انتصروا على السحر. وبيبصوا الجزيرة اللي موانا بتكتشف من بعيد فعلا في مجموعة من البشر زي ما قالت لوالدها، وكده الحكاية خلصت.